كيفاش بديت مشروع تربية الأرانب بأقل تكلفة، من تجهيز المكان، العلف اللي كنعطيهم، الأنواع اللي شريت، الثمن بشحال شريتهم، والأدوية اللي ضروري نشريهم. خليو لايك للفيديو باش يوصل لأكبر عدد ديال الناس ويستافدوا، ونبداو مباشرة في الفيديو. بالنسبة للمكان دابا دايرهم في هاد الغرفة اللي مؤقتة، من بعد غادي نحولهم لحد الحظيرة اللي بنيتها راسي غير بالكساب والعمد، واللي غادي نوريها لكم من بعد. الى لاحظتوا دابا دايرهم في قفوزه. اختاريت التربيه في الاقفاص لانها كتكون منظمه اكثر، والارانب كتبقى بعيده على الفضلات ديالها، وهادشي اللي كيجنبنا بزاف ديال الامراض اللي كتكون بسبب عدم النظافه. بالنسبه للقفص صايبتو غير راسي بالطاجيرات ديال الثلاجات، وغادي نشرح لكم طريقه صنع قفص اقتصادي من الاول حتى الاخر. بطبيعه الحال الا كنتو مهتمين وتفاعلتوا مع هذا الفيديو اللي كتشوفوا فيه دابا. جهزت القفاز بالشرابات والوكالات اللي شريتهم غير من لافيراي، ودرت شبكات باش نعزلهم على الاسلاك ديال القفص بحال الفراشه ديال العرقوب واللي جاو مزيانين. بالنسبه للعلف ولا الماكله اللي كنعطيهم، شريت ليهم علف مركب 25 كيلو ب 120 درهم، 12 دولار تقريبا بالنسبه للمعارفين القيمه الدرهم المغربي. والتوقيت اللي كنعطيهم في الليل، تقريبا الذكر 120 غرام والانثى كنعطيها 120 غرام حتى 150 غرام. وكنركز على وجبه واحده ديال العلف المركب تكون في الليل باش ما يوقعش تخمر ديال العلف في البطن ديال الارانب وكتصاب بانتفاخات وامراض. والوجبه الثانيه كتكون في الصباح، كنعطيهم التبن اللي معروف باحتوائه على الالياف اللي كتساعدهم على الهضم وكيبقاو بصحه مزيانه. بالاضافه للنظافه ديال الماء اللي كنبدلوا ليهم كل يوم، وملي جبتهم درت ليهم خل التفاح كمضاد للسموم في الماء حيت كيتبدل عليهم العلف، وحيت مازال ما شريت ليهم مضاد سموم هيباتيكال. واهم حاجه بالاضافه لهذا الشيء اللي هي النظافه، وهذا الشيء علاش اختاريت نظام التربيه في الاقفاص. التنظيف كيكون سهل بحيث كدير باص تحت الاقفاص اللي كيجمع ليهم جميع الفضلات ديالهم في واحد الاناء ولا وعاء. لكل صباح كنحيد الفضلات اللي جمع وكنردو ليهم. بالنسبه ليا كنت باغي 4 اناث ولا 5 وذكر، ولكن ملي تواصلت مع السيد اللي باغي نشري منه لقيت غير انثى وذكر اللي موجودين دابا. قررت باش نشريهم كدفعه اولى، والدفعه الثانيه راه داير عليها طلب، من هنا شهر غادي تكون واجده ان شاء الله. بالنسبه للانواع اللي باغي نزيد ان شاء الله غنزيد شانشيلا، نيوزيلندي والريكس، كلهم غيكونوا اناث. اما بالنسبه لشريت دابا، شريت ذكر دوتش واجد الخدمه. هاد السلاله كتعتبر من بين افضل السلالات اللي كاينين سواء في الذكور ولا الاناث. اللون ديالو كما كتشوفوا بالابيض والبرتقالي، وكيتميز بالمثلث اللي كيكون في الراس ديالو. يقدر يوصل الوزن ديالو حتى ل 5 كيلوغرام، ومتوسط عدد الخلفات ديالو بين 5 حتى ل 7 الخلفات. بالنسبه للانثى هاي بلاس واللي معروفه بالعدد الكبير ديال الخلفات، وفي الحقيقه ما كتباغي انثى من هذا النوع هذا حيت كما كيقولوا المناعه ديالها ضعيفه شويه. بالنسبه للاثمنه بشحال شريتهم، الذكر دوتش 300 درهم اللي كتعادل 30 دولار تقريبا، والانثى الهاي بلاس 250 درهم اللي كتعادل 25 دولار تقريبا. بالنسبه للادويه اللي باغي نشري ليهم، مضاد سموم هيباتيكال، تلقيح التسمم الدموي كونيبرافاكس، والتلقيح التسمم المعوي كوكلافاكس. هادو كاملين غير من اجل الوقايه وماشي العلاج. بالنسبه للعلاج مثلا الى وقع عندي الجرب غادي ناخذ الايفوماك، ولكن احنا دائما نديروا الوقايه اللي هي خير من العلاج. بالنسبه للجرب كيجي غير من قله النظافه، وغادي نحاول ان شاء الله دائما المكان يكون نظيف. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. ما تنساوش تشتركوا في القناه باش تشوفوا الفيديوهات الجايه، وتفاعلوا مع الفيديو باش يوصل لاكبر عدد ديال الناس ويستافدوا. ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.